طب المطور ال A وال B وال C بيبقى شكله عامل ازاي؟ وهنا خليني اغشش حضرتك نقطة او مبدأ يمكن هيكون لبتوع الصناعة العقارية حاجة مفهومة كويس، وعشان حضرتك برضو لازم تبقى اوير بيها. انا من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير قوي في الصناعة ان مفيش مطور A بشكل مطلق، لان بالمناسبة ممكن يكون المشروعات الساحلية عند مطور ممكن نحسبها A بلس عشان هو قادر يسلم ستاندرد وقادر يفاسيليتيت المشروع بشكل معين، ولكن هو موجود مثلا في غرب القاهرة بشكل مش أحسن حاجة، مشروع مش أحسن حاجة، والعكس صحيح. عندنا مطور كبير جدا لو هندي اكزامبل يعني في منطقة في غرب القاهرة باسمه، نص مشاريعه في شرق القاهرة مش أحسن حاجة. فالنهاردة مفيش مطور A مطلق أو ممكن نحطه B بلس مطلق، ولكن خلي حضرتك دايما إنك تقيم المشروع بتاع المطور في المنطقة، حتى لو هو بالشكل الدارج هو مطور A وهو برضو المشروع بتاعه تصنيفه A. هي دي الحته اللي لازم تتيك كير، هو هل تصنيفه A ولا B، وايه ولا بي بالنسبه لمشروع تاني او لا. فالحته دي هنتيك كير عليها شويه، وخصوصا لو حضرتك بتشتري البروبرتي دي بغرض الانفستمنت، لان دي طبعا حاجه هتهم حضرتك جدا جدا. طول ما المشروع مسمع ان هو مشروع متارجت سيجمنت معين، طول ما كان هيكون القدره الشرائيه اعلى، هيكون الانفستمنت اعلى، هيكون قادر حضرتك تطلب اوفر كويس، فتلاقي حد الاوفر ده بالنسبه له اكسبتد. انا اعرف ناس مشتري مع مطور المفروض ان هو ايه في مشروع في شرق القاهره، ولحد دلوقتي مش قادرين يعملوا ريسيل عشان خلاص بقى متعارف عن المشروع دوت. هو مشروعين بالمناسبه لنفس المطور، بقى متعارف ان المشروع ده مش احسن حاجه، صيانته مش احسن حاجه، عموما المشروع ما كانش اقوى استثمار، ففي الريسيل كان عامل مشكله. وممكن نقيس ده على اكتر من مطور، وممكن نقيس ده على اكتر من بروجكت. فخلينا نقيم الاي والبي والسي على اساس قوه المشاريع اللي موجوده، مش على اساس هل المطور ده في المطلق A او B او C. انما الاي بلس لا، انت عشان تبقى مطور A بلس لازم أن يكون عندك ستاندرد بتسلم بيه وشكل مشاريع معين. انما ما بعد كده لا، خلينا بقى نقيم سواء مشاريعه في شرق القاهره كويسه، مشاريعه في السخنه كويسه، في الساحل كويسه، في غرب القاهره كويسه، الجونه والغردقه كويسه، وات ايفر المنطقه اللي احنا بنفكر فيها بشكل عام.